إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مبدئيا وقبل ما أقول أي كلام، أنا ماليش في الكورة أصلا، ولا بحب الكورة ولا بشجعها، وبالعكس أنا حاسة إن هي تفاهة وسفاهة وتضييع للوقت والفلوس. ولكن سبحان الله لأول مرة أحس بفخر وسعادة من حاجة لها علاقة بالكورة. ألتراس أهلاوي عملوه في السعودية، كانت حاجة مفرحة، حاجة تدعو إلى السعادة والفخر. بقالي فترة كبيرة بدور كده وبتنشأ على حاجة أشعر بها بالفخر، أحس إن مصر عملت أي حاجة بجد. يعني أنا كمصرية وبنتمي لبلدي، كان نفسي في حاجة تفرحني، نفسي في حاجة أشعر فيها بالفخر والاعتزاز ببلدي. بجد الشباب دول أسعدوني وفرحوني جدا لما راحوا في قلب السعودية ورفعوا أعلام فلسطين وهتفوا باسم فلسطين. كانت حاجة جميلة، حاجة مفرحة، حاجة تحسسنا إن لسه في أمل ولسه في خير. وتحدوا القانون السعودي، القانون الظالم الجاحد اللي يعني سبحان الله أنا مش عارفة إيه اللي جرى لهم. اللهم اهدينا واهديهم يا رب. في الفترة اللي فاتت شاب صعيدي مسمي نفسه على التيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي زلزال الصعيد. الشاب ده راح من فترة يعمل عمرة هو وأمه، وحصلت الحرب وحصل طوفان الأقصى وهو هناك. فوضع طبيعي كأي مسلم وكأي إنسان عنده ذرة نخوة ولا دين ولا انتماء، نزل حبة فيديوهات عن فلسطين وعن القضية زي ما كلنا كيوتيوبرز بنعمل. كونهم ياخدوه ويختفي من يومها لحد النهاردة، ولا حد يعرف هو فين، ولا حتى بلدنا اتكلموا ولا سألوا، ولا الحكومة المصرية بحثت عن شاب مصري اختفى هناك. مش معقول اللي بيحصل ده يا جماعة، ده منتهى الظلم ومنتهى القهر. بجد الشباب الألتراس أهلاوي بردوا ناري، بجد فرحوني. ربنا يفرح قلوبهم يا رب. ادوني أمل إن لسه الخير جاي، وإن فيه يعني لسه أمل في الشباب، إن فعلا لو ادونا فرصة وادوا لشبابنا فرصة هيدوسوا على الأخضر واليابس، مش هيهمهم حد ولا هيهمهم حاجة. ولكن للأسف الحكومات مكتفة الناس. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا البلاء، هو القادر على ذلك، هو رب ذلك والقادر عليه. اللهم فرج كربنا بما شئت وكيف شئت. حاجة كده يعني تدعو للقهر، إن يبقى إخواتنا بيبادوا ملهاش معنى تاني ولا لها لفظ تاني اللي بيحصل النهاردة في فلسطين. واحنا قاعدين لا بنهش ولا بننش ولا عارفين ناخد اي موقف، والحكومات مسكانة بلجام النار والكل خايف. فاللي عملوه حسسني ان لسه في امل، وان ان شاء الله بإذن الله في صحوة جاية. يا رب نفوق، ويا رب حكومتنا تفوق، ويا رب شبابنا يفوق. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نفسي يا جماعة أعرف أي خبر عن زلزال الصعيد، عملوا معاه إيه؟ خرج ولا ما خرجش؟ الحكومة المصرية عملت حاجة ولا سابته على الحال ده؟ حاجة تحزن وحاجة تدعو للإحباط أكتر وأكتر. ولكن سبحان الله دايما في كل ضلمة في شعاع نور. ادعوا ربنا يفرج كرب كل مكروب، ويرفع البلاء عن كل مبتلى، ويرفع البلاء عن إخواتنا في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وكل المستضعفين في كل مكان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك ودلنا عليك، وردنا إليك رد الكرام عليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.